بعد انتهاء الموسم الكروي ريال مدريد بدأ موسم انتقالات ساخن جدا، غاب عنه ورحل كريم بنزيما قائد الفريق وايدن هازارد وماركو اسينسيو واخيرا ماريانو دياز اللي قرفنا في عشتنا يعني. بهدوء تام راح طلع بفلورنتينو بيريز وجاب اول اهدافه الصيفيه جود بلينجهام من بروسيا دورتموند ب 103 مليون يورو زائد 30% اضافات. وبعد كده طلع جاب لنا الظهير الايسر اللي كان موجود في كاستيا، نفض التراب عن الناس، طلع المنجم ولف ودار، لقى نفسه عنده ظهير ايسر موجود في ريال فايكانو. الراجل ده عنده بوتنشال عالي جدا، في عنده بند باعاده البيع لريال مدريد ب5 مليون يورو، راح جايبه على طول. الراجل ده جه بقى دعم المركز الظهير الايسر اللي احنا تعبنا من سوء مستوى واصابات فيرلان مندي ووظفنا فيه كامافينجا. الراجل ادى اللي عليه وزياده يشكر، لكن في النهايه هو لاعب وسط بيحب الحريه في الوسط، لاعب الوسط، لكن الظهير الايسر بيبقى جنبه عنده حاجتين بيهاجموا الخط اللي جنب منه وبيهاجموا كمان الخصم، فهو مش هيديك براحه نفسيه زي ما هيكون في نص الملعب. عشان كده كان مهم جدا الدعم اللي عمله فلورنتينو بيريز بان هو جاب فران جارسيا. بعد كده رجع ابراهيم دياز اللي انا كان منفجر في اخر الموسم اللي فات مع الميلان وقدر يوصل مع الميلان نصف النهائي دوري ابطال اوروبا ونافس بشده مع الميلان على التوب فور في الدوري الايطالي. صحيح ما خدوش الدوري زي الموسم اللي فات، زي الموسم اللي قبل اللي فات، ولكن الموسم اللي فات قدروا يخشوا بعد منافسه شديده مع اليوفي في مراكز المؤهله لدوري ابطال اوروبا. رجعوا بعقده كان القديم لصيف 25، نجح يجدد معاه كمان لصيف 27 علشان يكون دعم كبير وعمق للتشكيله بتاعت ريال مدريد على مستوى الجناح الشمالي اللي ما كانش فيه غير رودريجو فقط. بعد كده في هدوء شديد قدر يجيب صفقه ثعبانيه ليه بقى؟ جاب خوسيليو مهاجم منتخب اسبانيا مبلغ نص مليون يورو، ثعلب بجد والله. راح جاب مهاجم منتخب اسبانيا بنص مليون يورو على سبيل الاعاره من اسبانيول اللي هبط للدرجه الثانيه، علشان خاطر ياخده يعوض بيه النقص الشديد اللي عنده في المهاجم رقم 9 لحد لما يجي له في صيف 24 اندريك الجوهره البرازيليه اللي موجوده عنده، زائد ان هو عاطط امل ان كيليان امبابي هيجي له في سنه 2024. عشان كده كان لازم يجيب مهاجم ما يبقاش مش هاري كين اللي رفض يجيبه علشان خاطر ما يبقاش مهاجم كبير وعايز يلعب ودقايق، وهجيب كيليان امبابي واحتاج ان انا اقول لكيليان امبابي لا بقى شوف بقى هنخش في مشكله جديده بقى، مشكله ان انا لا انا مش هلعب جناح، انا هلعب مهاجم، وهاري كين هيلعب فين، وهندريك اللي جاي هياخد دقايق لعب ازاي وانت عندك جوهره. فالافضل ان انا اجيب مهاجم كويس متوسط، مش في متوسط مهاجم منتخب اسبانيا في النهايه متوسط المستوى في الدوري الاسباني يقدر يسد الحاجه لحد صيف 24. وما هو مش واعد جماهيره بحاجات كبيره، هو بيبني الفريق وفي حاله بناء للفريق، وهو مش واعد جماهيره باي شيء. فان هو يجيب مهاجم زي ده يمشي الدنيا يعني لغايه لما يجي الناس اللي عنده يقدر يبني الفرقه في صيف 24 بكيليان امبابي واندريك، فده شيء تفكير يعني جبار. الراجل ده ما بيرحمش. صح، نسيت اقول لكم حاجه، انزلوا دوسوا لايك واعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. بعد كده طلع فلورنتينو بيريز من الموسم وقلنا خلاص خلص صفقات الراجل. في ظل هدوء تام يظهر علينا من السوق ضجه كبيره. ايه اللي حصل؟ كيليان امبابي بدات القصه لما كيليان امبابي بعت خطاب للنادي باريس سان جيرمان بيقول له فيه ان هو خلاص ده اخر موسم ليا ومش هجدد تاني. طب مش هيجدد تاني ليه؟ عشان يطلع رئيس النادي ناصر الخليفي ويقول له يا مبابي يا تجدد يا اما ترحل الصيف ده، مش هتقعد. طب ليه بقى مبابي مش عايز يجدد وبعت لهم الطلب ده؟ عشان هو كان في اتفاق ضمني مع بيريز ان هو يروح له في صيف 24 فري وياخد المرتب اللي هو عايزه ومكافأة بقى امضاء العقد ومكافأة الولاء ومكافأة الانتماء ومكافآت قد كده. لكن هو كان عنده، نرجع بقى عشان نعرف هو ليه مش عايز يجدد، نرجع شويه لورا. لما كان امبابي رايح ريال مدريد خلاص وكان فري ترانسفير بقى ضغط عليه الجانب القطري وحصلت له ضغوط سياسيه، حتى رئيس فرنسا اتدخل في الموضوع وطالب امبابي ان هو يجدد لباريس سان جيرمان. ومن ضمن الشروط ان هم عملوا له شروط كبيره خرافيه ما حصلتش لاي لاعب قبل كده. الخطوط دي كلها ودلت ان هو يطلب شروط، من ضمن الشروط كان في بند الولاء. بند الولاء ده يحق ليه في صيف 24 ان هو ياخد 60 مليون يورو من باريس سان جيرمان، بند اسمه بند الولاء. فهو عايز يقعد ل 24 ياخد ال 60 مليون يورو وبعد كده يطلع ياخد من ريال مدريد
مكافاه امضاء عقد جديد وياخد الفلوس اللي هو عايزها عشان هو فري، جاي لهم فري، غير لو كان جاي له بفلوس. لو جاي له بفلوس ودفع فيه فلوس مش هيقدر يديله المرتب الضعف. بعد كده الدنيا هديت، لا ما تهداش، الدنيا تشتغل اكتر واكتر عشان يكون برشلونه داخل في لاعب اسمه أردا جولر. ظهر لنا مره واحده من الوهم، طلع لنا مره واحده كده لاعب اسمه أردا جولر، جوهره تركيه 18 سنه، يخش برشلونه ويبعت جيكو اللاعب القديم السابق ليه عشان يروح يخلص معاه، ويسافر فعلا جيكو ويقنع اللاعب واسره اللاعب ونادي فنربخشة ان هو يمضي مع اللاعب. بس كان فيه مشكلتين. اول مشكله ان برشلونه مش هيقدر يدفع، معهوش سيوله يقدر يدفع الفلوس دي كلها فهيقسطها. تاني مشكله ان هو كان هيسيب اللاعب اعاره لناديه السابق فنربخشة لمده موسم، وبعد كده يقدروا ياخدوه من السنه اللي جايه، علشان خاطر نظرات فلورنتينو بيريز يسكت ويشاهد المشهد من بعيد ويروح يقول لهم عايزين ناخد اللاعب ده لبرشلونه. يطلع فلورنتينو بيريز على هناك، يبعت وفد اسباني من هناك من ريال مدريد يروح هناك عشان يقنع اللاعب ويقنع نادي فنربخشة. طب يقنعه بايه بقى؟ الفلوس. الفلوس هي اللي هتتكلم لهم. 20 مليون على الترابيزه، وهتاخدوا كمان، هيشيل قيمه الضرائب وقيمه الضريبه المضافه للصفقه، ويقنع اللاعب كمان ان هو هيلعب في ريال مدريد الفريق الاول من الموسم ده مش من الموسم اللي جاي زي ما برشلونه كانت بتقول، علشان خاطر كل شيء ينتهي لصالح ريال مدريد في صفقه رزع ريال مدريد برشلونه على قفاه في الصفقه دي. وهنا نبدا ننقل بقى لمرحله جديده مع عزيزي في حاله لا يرثى لها، علشان يعني سوء الاداره بتاعت النادي من بارتوميو للابورتا يا قلب لا تحزن. يعني واحد ضيع كل فلوس النادي على صفقات ملهاش اي 60 لازمه وفرتكهم في الهواء، والتاني باع اصول، عمال يبيع في اصول النادي وبرضه النادي ما فيهوش فلوس، لدرجه ان بقى النادي اي حد اي لعيب فري بيروح يشتريه، اي لعيب فري بيروح يشتري اي لعيبه خلصت في كل ناديتها وخلصت كوره، لعيبه مبطله كوره يعتبر مبطله كوره، يروح يشتري اللاعب ده واشتري اللاعب ده واشتري اللاعب ده بحجه ان انا عايز انافس دلوقتي واخد الدوري الاسباني. طب ليه؟ طب ما تتعلم، استنى، انت عندك كنز اسمه لمسيه، يعني طلع لعيبه كل سنه منه كنوز. ادي الناس دي فرصه وقول انا مش هنافس النهارده على دوري الابطال، هات لاعب 2 3 خبره مع اللعيبه دي وبس، واشتغل على اللعيبه اللي عندك. نزل المرتبات زي ما انت منزلها وسقف المرتبات، وخلص من اللعيبه الكبيره زي ما انت طلعت بوسكيتس وجوردي ألبا واعتزل جيرارد بيكيه، كل الناس دي، ونزل سقف الرواتب وطلع لعيبه من الكاستيه مع كام لاعب صفقه محترمه تقيله يقدروا يشيلوا اللعيبه دي، واديهم وقت. مش لازم تاخد الدوري الاسباني ولا الكاس، انت تنافس على مراكز مؤهله دوري الابطال وتشارك في دوري الابطال على قد ما تقدر وتفضل زي ما انت كده. لكن برشلونه كده زي ما بيقولوا كده طالع لعند الهويه، هيسقط في الهويه، لازم هيسقط في الهويه بسبب اللي ادارته بتعمله والتفكير كل سنه، التفكير في بيع الناس في بيع الناس في بيع الناس. النهارده عايزين يبيعوا فرانك ديونج، موهبه موجوده عندهم عايزين يبيعوها. ليه عايز تبيعها كل يوم؟ انت ما تجيبش لعيبه اللي انت بتجيبها لعيبه مخلصه كوره بتروح تدفع فيها وكل سنه تتخالي مع رابطه الدوري الاسباني. انا بالله انا عايز لو سمحت بالله عليكم اسجل لعيبه، انا عايز اسجل لعيبه. طب روح بيع مش عارفه ايه وتصرف في ايه عشان خاطر وبيع لعيبه عندك مهمه عشان تسجل لعيبه كسر مش هيدوك غير سنه او سنتين، وفي النهايه لا شيء. الدوري الاسباني والسلام عليكم، ونخرج من الرابع في مجموعتنا في دوري ابطال اوروبا. طيب نخش بقى الصفقات، يعني صفقات برشلونه اللي جابها. ايه صفقات برشلونه اللي جابها؟ راح جاب ياجو مارتينيز، ده صفقه مجانيه، مدافع مستواه جيد في الدوري الاسباني، خلص عقده مع اتلتيكو بلباو وجه لبرشلونه فري. الكاي جوندوجان شوفوا بقى مدى البؤس اللي وصل بيه برشلونه ده حلم جميع اللاعبين ان يجي لاعب الكاي جوندوجان يجي من مانشستر سيتي وعشان يمضي في برشلونه يحط بند فيه مكتوب فيه ان هو لو برشلونه ما قدرتش تسجل صفقته هو يقدر يفسخ العقد وياخد منهم راتب اول موسم. الصلاه على النبي، يعني كده برشلونه لو ما قدرش يسجل الكاي جوندوجان يبقى كده مع السلامه، والكاي جوندوجان ياخد كمان منهم ثمن اول موسم ويفسخ عقده. هو ده اللي حصل، وهو ده وضع برشلونه اللي موجود دلوقتي، وهو ده تفكير اللاعبين اللي جاي لهم. اخر لاعب جابه برشلونه وخلصوا اول امبارح كان فيكتور روكي، مهاجم برازيلي شاب عنده 18 سنه،
مضى لبرشلونه وخلصوا من اتلتيكو برانيانسي البرازيلي ب 60 مليون، 30 مليون منهم كاش و30 مليون اضافات، منهم ان هو ياخد الكره الذهبيه. طبعا ياخد الكره الذهبيه فين كيليان امبابي وهالاند والناس دي كلها، بس ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل. وهو بيقولوا لاعب كويس، خلينا نشوفه ونشوف ايه اللي هيحصل في باقي موسم الانتقالات بتاع برشلونه، اللي عمال جماهيره يعني بتتلقى وادارته بتتلقى من ضربه لضربه. بروزوفيتش دخلوا فيه خدوا منهم النصر السعودي، كل لاعب بيحطوا عينه عليه، اردا جولر خدهم منهم ريال مدريد، كل لاعب بيحطوا عينه عليهم ما بيقدروش يخلصوه، لان للاسف ما فيش سيوله كافيه في النادي. ولحد هنا تخلص نهايه حلقتنا، واتمنى ان انتوا تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلنا جديدكم اول باول. كان معاكم احمد متولي وبرنامج هجمه.